فجأت لما الناس بتقول لي ابنك نازل على النت وحمل اخوه لحاله. لما شفت الفيديو والله ما تحملتش، قعدت اعيط وانخنقت. بعدين فرحت انه يعني صدوع طلع منه الاشي هذا، استغربت. ويعني طفل زي هذا يطلع في اخوه من تل الهوى لحمد. الزلمه بتعب في الطريق، بالك الطفل. احنا كنا ناسحين بتل الهوى، وجوزي كان طالع يجيب للاولاد ياكلوا ويتغدوا. فصار عندنا يضربوا هناك روبوتات الجيش الاحتلالي الاسرائيلي، صاروا يضربوا ورا بعض حزام ناري وايش روبوتات. في القصف كان كتير عنيف. لما دخلت الشارع صارت كم ضربة، أنا اندسيت بالعمارة، وصارت حتى المدخل اللي دخلته اتسكر علي، علقت هناك بالمدخل. ايش صار مع أولادي ما بعرف، اتفرقنا. ولما كان الولد يلعب مع الأولاد الصغار هذا ساعة انفجار برضه شرد، وجع المكان اللي أمه فيه ما لقاها، لقى أخوه على رد وبعيط وبيصوت، حمله وجري. صار يشوف الناس وين بتروح يمشي معها. لقيت أبوي ولا أمي، لقيت غيبين أخويا وأخدته ومشيت فيه. أصل وصلت نص الليل وبمشي، اتصل أي واحد. طبعا أنا عرفت أولادي وقصة أولادي من ورا النت، إنهم عايشين. أنا كل فكري كانوا أولادي مستشهدين كلهم، سبحان الله.